بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الأسئلة وردتنا بما يخص بالناسور الوريدي وكيفية عملية ربط الوريد والشريان للحصول على عملية غسل الكلى. طبعا هذه عملية الربط بين الوريد والشريان وتسمى بالإنجليزي بالAV فيستولا، هي عملية تحضيرية يتسنى للمريض عجز الكلى في المرحلة الخامسة من التحضيرات لعملية غسل الكلى. وتقوم هذه العملية بربط الشريان والوريد بواسطة الجراح الأوعية الدموية وتحضير المريض بدءا من المرحلة الرابعة ما قبل انتهاء الفشل الكلوي المزمن ومرورا بالمرحلة الخامسة ليتسنى المريض الغسل بطريقة أفضل، وهي طريقة أفضل من طريقة الاستسقاء الوريدي، وتكون هذه الطريقة لها فعاليات وفائدة أكثر أثناء الغسل وبدون أي مضاعفات. وبها مناطق عديدة ممكن تكون في قريبة من الساعد أو قريبة من المرفق أو قريبة من الكتف، أنواعها كثيرة وممكن تحضيرها عن طريق الطبيب الأوعية الدموية بجعل سونر، جهاز السونر للكشف عن الأوردة وتحضير المريض لهذه العملية والقيام بعملية الغسل. تحتاج هذه العملية على الأقل لمدة 6 أسابيع لنمو هذا المكان أو هذا الجهاز بصورة صحيحة حتى يقدر المريض يغسل بدون أي مشاكل. وشكرا جزيلا. مهرباني دڵسۆزی و لێزانی